شيء تصنعه من العجين. كيكة. شيء مصنوع من الجلد. تكرم حذاء. لا غير. لبس. حيوان وزنه أكبر من وزن الإنسان. فيل. مكان توجد فيه مرآة. غرفة النوم. نوع من أنواع الشوربة. سوب. نوع من أنواع الشوربة، حدد لي. يعني كان بإمكانك تقول شوربة، يعني عدس، شوربة فطر، شوربة بصل، شوربة طماطم، أميت أقوى أنواع شوربة. سوب، والسوب نقدر نحدد، صح؟ يلا يجوز نجيب يا فت 15 نقاط مثلا. 30 خلي نشوف. هو موكاك يا أحمد نقاطه كانت أقل من 100، كان يراد لك يعني أنت أكثر من 100، بس خلي نشوف ونجرب. الفيل كله الفيل ربما يجوز يعطيك 100 نقطة. خلي نشوف الآن الإجابات والنقاط اللي جاوبها الأخ أرز. خلي نشوف. يعني السؤال الأول اللي سألتك إياه قلت لك شيء تصنعه من العجين. كاك أحمد قال لك ليش؟ أنت قلت كيك، أخذت 24 نقطة. جيد. السؤال الثاني قال شيء مصنوع من الجلد. كاك أحمد قال حذاء، أنت قلت ملابس. 19 نقطة، كان أعلى احتمال كاك أحمد. 129 نقطة المجموع. السؤال الثالث حيوان وزنه أكبر من وزن الإنسان. كاك أحمد قال جاموس، أنت قلت الفيل. 27 نقطة أخذت، يعني أعلى من احتمال كاك أحمد. الآن مجموع 156. السؤال الرابع مكان توجد فيه مرآة. كاك أحمد قال الحائط، أنت قلت غرفة النوم. نعم، غرفة النوم أعلى احتمال من كاك أحمد. 173. السؤال الخامس سألتك نوع من أنواع الشوربة، وسهل. ايش قلت؟ قلنا السوب. قلت لا قلت. قلت لا قلت. قلت لا قلت. نفس المعنى. والله عادي ولا يهمك. ماشي كاكا أريد. احنا نقول أهلا وسهلا، شرفتونا اليوم، ولكن لنا حلقة معكم ثانية للدخول في منافسة أخرى مع عائلة أخرى للفوز بالجائزة اللي اليوم فاتت عليكم، بس مرة ثانية أريدها متفوت. إن شاء الله. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، نقول غدا نراكم في حلقة